مكملين معاكم سلسلة النواعم، والنهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم الغريبة الدايبة الناعمة اللي ما شاء الله ريحتها جايبة لغاية اخر الشارع. شوفوا الجمال والحلاوة ده من الاخر. من الاخر هتلاقي كل حاجة في مطبخي. شوفوا الشكل، شوفوا الجمال، في حاجة اجمل من كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء احمد، ودي قناتي ان شاء الله. النهاردة بوصفتنا ومكملين سلسلة نواعم العيد والغريبة. النهاردة الدايبة الناعمة الجميلة كده اللي انتوا شايفينها دي لسه خارجة من الفرن حالا. ما شاء الله، الله اكبر. يلا يا حبايب قلبي نشوف الجمال والحلاوة ده اتعمل ازاي. وما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس كده وتدعي لي دعوة حلوة كده من قلبك يا قلب اختك. شوفوا الجمال والتسوية، حاجة كده روعة. اول حاجة طبعا انا هعمل كيلو دقيق، بس انا هديكم مكونات النص كيلو دقيق، عليهم كوبايتين 2 سمنة، وتكون بلدي سمنة زبدة لأ، وتكون خارجة من التلاجة. شوفوا كانت خارجة من التلاجة. انا طبعا حاطة في العجان كوبايتين سمنة عشان انا هعمل دلوقتي معاكم كيلو دقيق. يعني الكيلو دقيق معاه 4 كوبايات من السمنة، كوبايتين 2 من السكر البودر. وانا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. هي الغريبة عبارة عن دقيق وسمنة ودقيق. انا هعمل معاكم دلوقتي كيلو دقيق. خرجت طبعا السمنة بتاعتنا من التلاجة وتكون ساقعة جدا، يعني هتوزنيها او تعايريها بالكوباية. هتسيحيها الاول وتحطيها في الكوباية وبعد كده تدخليها التلاجة. هدمج المكونات دي كلها كده في العجان، ولو مش عندك عجان هيبقى في المضرب اليدوي. ما عندكيش مضرب يدوي، مضرب كهرباء او بايديك، كل حاجة يعني مسموح بيها. انا هشتغل بالعجان بتاعي دلوقتي. مقادير الكيلو دي معايا 4 كوبايات من السمنة، حطينا كوبايتين من السكر، كوبايتين الا ربع كده. يعني لو انت حباها تبقى مسكرة بس اظبطي مقاديرك عشان ما تفرش منك. انا زي ما قلتلك هحط لك المقادير اللي انا استخدمتها في صندوق الوصف. هضرب المكونات دي لغاية ما تبقى معايا كريمي. انا عايزاها كريمي خالص، يعني مش تدوبي السكر وتحطي الدقيق، لا، لازما. والسكر انا شارية السكر من بره، لو مش شارية من بره اطحنيه جامد في البيت ونخليه كذا مرة علشان طبعا السكر ما يقرقش معاكي في الغريبة. شوفوا ما شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شوفوا ما شاء الله بقت كريمي خالص. أنا عايزة القوام ده، وكل ما تضربي السمنة والسكر ويبقى كريمي هتاخدي أحلى قوام غريبة وهتاكليها وهتبقى خفيفة كده ما شاء الله. هديها ضربتين 3 كده عشان أنا عايزة يعني تكون حلو. انا ما حطيتش ولا بيض ولا حطيت بيض ولا حطيت اي حاجه. حابه تحطي معلقه حليب بودر، مش حابه خلاص انا ما حطيتش المره دي. بس انا كان في فيديو على القناه حاطه فيه. هنزل بقى بكيلو الدقيق بتاعي، واهم حاجه يكون الدقيق متخصص لعمايل النواعم، او تكوني دقيق انتي معتمداه. قلبي بقى كده بايديكي وبسي كويس. كل ما هتبسي كويس كل ما هتديكي الغريبة الناعمة الدايبة الجميلة اللي كل هيطلبها منك انت. بس على المقادير. انا طبعا كل ما بفصل العجان وانزل الاحراف كده عشان كلها تندمج مع بعضيها. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان شاء الله طبعا مكملين سلسلة نواعم العيد، وان شاء الله هنزل لكم بمقادير البدفور بعد الغريبة على طول. شجعونا بس بلايك كده ودعوة حلوة كده من قلبكم. انا كل شوية كل 5 دقايق كده بنزل الاحراف عشان يندمج كويس العجينة بتاعتي. كل ما تعجني كويس كل ما هتديكي قوام جميل جدا، ومش هتفرش معاكي ومش هتشقق ولا الكلام ده كله خالص. اعجني كويس. شوفوا ما شاء الله كريمي كده. انا خلصت الكمية اللي معايا
ما شاء الله كانت كمية وفيرة جدا. شوفوا الجمال. حابة تاخدي الجمال ده كله وتحطيه في التلاجة على ما تخلصي اللي وراكي، حابة تشتغلي على طول، بس اهم حاجة تكوني قاعدة في مكان بارد مش قدام الفرن عشان ما تسحش منك. هنشكل بقى. تعرفي ازاي ان الغريبة بتاعتك كويسة؟ شوفوا مش مشققة خالص وجميلة. هنشتغل بقى على طول. هصور معاكم المقطع الاولاني واكمل مع نفسي بقى، وبعد كده اوريكم النتيجة بتاعة الغريبة. طبعا هنشكلها بقى، واي مكسرات عندك، اي لولي، اي حاجة حابة تسيبيها سادة، دي ترجعلك بالظبط. انا كان عندي مكسرات، لو عندك سوداني عندك زبيب، كان ايام زمان كنا بنحط الزبيبة، بس كانت بتتحرق في الفرن، فبلاش منها احسن. حطي فول سوداني. هنزل بقى بالكمية دي اللي هخلصه هشكله على طول كده عشان ما تنشفش معايا وتشقق معاكي. الجو برد يا جماعة، واللي تعمليها تزينيها. فرن درجته هنولع طبعا الفرن على ما نكمل الصاج ده، نسخنه على درجة حرارة 170، تاخد لون بس من تحت كده وتطفي عليها وتسوي بقية الغريبة بتاعتك. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية. ما شاء الله يعني ما خدتش وقت مني حاجة خالص. بقيت اللي أشكله، المجموعة اللي أشكلها أزينها على طول، وممكن تسيبها سادة خالص. دي حاجة بقى بترجع لكل واحدة فينا بتعمل الحاجة اللي بتحبها. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس واشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد من أكلك أحلى مع ولاء. ودعوة حلوة كده من قلبكم يا حبايب قلبي، يعني ارفعوا الفيديو كده بلايك واشتراك للقناة. كان عندي بقى شوية كده مكسرات مطحونة، بقيت اقطع الغريبة واحطها فيها. شوفوا ما شاء الله شكلها جميل جدا، ديكور يا جماعة وجمال. شوفوا الجمال بعد ما بردت واستوت، والله لسه خارجة من الفرن وفي سيجان سخنة، بس انا حبيت ان انا اوريها لكم واشارككم عشان اللي ينهض يعمل، ما عادش حاجة على العيد، واللي حابب يعملها. شوفوا ما شاء الله دايبة دوب وبتدوب في البق. مفيش. تسلم ايدك يا حبيبة اختك. شوفوا اللون ذهبي وجميل، لوحة فنية والله العظيم. تسلم ايدك يا لولو. انتظرونا يا جماعة في سلسلة نواعم العيد، واللي نفسه حاجة اعملها له من النواعم يقول لي عليها وانا ان شاء الله هعملها له. وده كان فيديو النهاردة، واشوف وشكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.